بعثة أمريكية نزلت لليمن. كانت البعثة هذه مصرح لها أنها تبحث عن الآثار في اليمن، مكونة من 4 أشخاص، 4 رجاجيل وحرمتين، 6 أشخاص. واحد من أعضاء البعثة جايب زوجته معه باحثة. وصلوا اليمن، استقبلتهم إدارة المختصة في استقبال البعثات هذه، وراهم المناطق وهو باتفاق بينهم. فجوا قرية من القرى والآثار عندهم واجد، وتعرفوا على أهل القرية، من ضمنهم واحد اسمه جابر، وهذا جابر عمره 35، وكان يدل في المنطقة ويعرف الآثار هذه، فصار مرافق للبعثة يطلع معهم ويجي. جابر شاف الرجل الأمريكي وزوجته وسنهم يعني منعزلين عن هذا، فعزمهم في بيته. فيوم جو عنده في البيت استانسوا مع أهله ومع جماعته، وصار يطبخ لهم الأكل اليمني. الأمريكي هذا وزوجته ما يرزقون بأولاد، لا هو ولا زوجته. وجابر هذا عنده ولد توه مولود عمره 4 أشهر. فالأمريكية جابوا لها الوليد هذا واستانست عليه، وصارت يعني غريزة الأمومة تحبه وتضمه. فتقعد عند اليمانية والأمريكي يطلع في البعثة، وهي أصلا من أعضاء البعثة، لكن صارت تحب هالطفل حب شديد. مرة مرتين 3 4. جابر يوم شافهم يعطفوا عليه وهذا جاء وشكى حاله للأمريكي، قال أنا ودي أسافر لأمريكا وأشتغل فيها، الآن البلد حنا في ظروف صعبة وحالتنا حالة. فالأمريكي قال بشوف لك الوضع وأرتب لك. خذ له أبو 2 3. جاء اليماني قال شوف حنا ممكن تسافر لأمريكا بس بشرط. قال نعم. قال تأخذ الولد معك. قال وأمه؟ قال لا أمه لا نلقى حل انك انت معك طفل ولا عندك يعني مجال انك تربيه، فممكن تروح لامريكا ويلقون لك حل هناك. اذا انت موافق الله يعينك. سأل زوجته قالت خلاص ما دام الطفل معك رح. طلع جواز لولده وطلع جواز لنفسه وحددوا له موعد للسفر. طبعا يوم طلع من اليمن ووصل لامريكا، هناك كان في ترتيبات بينهم وبين يعني حقين الهجرة. أدخلوا الولد والرجال بطريقة نظامية أو بطريقة. عاشوا مع جابر ولده، الأبو اسمه ناصر والولد اسمه جابر. عاشوا مع الأمريكي وزوجته في البيت، لقى له عمل مناسب له اليماني وصار يشتغل. إذا جاء في الليل يجي عند الأمريكي، عنده زي ما تقول غرفة يسكن فيها، والولد من قام عنده عند الأمريكي. فالأمريكية هذه انهبلت على هالولد وحبته حب شديد، وصارت يعني غريزة الأمومة فيها. وهو يشتغل ذاك اليوم بعد 2 من تواجده في أمريكا، أنت يا ناصر هذا تفاجأ أن إدارة الهجرة ملقين القبض عليه. وين أنت جوازك؟ شلون دخلت أمريكا؟ من الكلام هذا كله. قال أنا جاي مع البعثة هذه. خذوا حققوا معه أبو 2 أو 3. قالوا أنت تسفر، مالك أي نظام في الإقامة. ولدي طفلي قالوا سووا له خروج نهائي وسفروا على اليمن. صار اللي مبلغ عليه الأمريكي وزوجته يبون الطفل. هذا سافر لليمن، وهذا الأمريكي ربوا الولد على نفس نظامه، صار مسمى تحت اسمهم. الولد ولد الأمريكية وولد الأمريكي. عاش الولد ما يدري عن حاله، أبوه هالرجال وأمه هالعجوز. نشأ نفس نشأة التربية في أمريكا، من ناحية الدراسة، من ناحية العلم، من ناحية هذا. الولد كان متعلم فاهم. لما وصل حال الشباب 25 طلع مثل أي شاب، سكن له مع ناس هناك وخطب له وحدة، وجاء لأبوهم وقال أنا أبغاكم تباركون زواجي بهذه المرأة، أنا أبغى أتزوجها. قالوا وينها؟ قال بجيبها لكم بكرة. يوم جاء من بكرة وجابها لهم، تعرفوا عليها ولا أمريكية ومن هالحريم اللي سألوها أنت وش أصولك؟ يعني أنت مكسيكية إيطالية؟ خبر عندهم مثل هالسؤال. قالت لا أنا لبنانية، أبوي لبناني. يوم دروا أن فيه رس عرب فيها رفضوا الزواج.